اهم اخبار النهارده اخبار الاهلي والزمالك، اخبار واحداث انا ملخصها لك، جايب لك الحاجه اللي هتفيدك. بس قبل اي حاجه يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعمل لايك ومتابعه، علشان خاطر اللايك والمتابعه هيفيدوني جدا، فما تبخلش عليا بالاتنين. بالنسبه للاخبار تابع معايا. منصه 247 اب الاهلي المصري تواصل مع حامد حمدان رسميا، واللاعب رحب بالانضمام للفريق بشكل كامل. اليوم السابع الأهلي يتلقى عرضا من أحد أندية الدوري الروسي لضم المهاجم السلوفيني جريديشار في يناير المقبل، ولكن العرض لا يلبي تطلعات الأهلي المالية. يستروب يرحب برحيل جراديشار لاستقطاب مهاجم آخر على مستوى أعلى. مصدر ريال كورة: الأهلي يخوض مفاوضات متقدمة مع نادي سون سيتي الكوري الجنوبي لضم بابلو صباغ. الأهلي تم اتفاقه مع بابلو صباغ على كافة البنود الشخصية. بابلو الصباغ لديه أصول فلسطينية تعود لوالدته، لكنه لا يحمل الجنسية. الأهلي ينتظر أن يحصل بابلو الصباغ على الجنسية الفلسطينية لإتمام التعاقد معه بشكل رسمي حتى يتم قيده كلاعب محلي. وفقا لموقع اليوم السابع، سيراميكا كليوباترا يطلب من الأهلي عودة بيكهام في يناير المقبل. المصري البورسعيدي يفتح باب التفاوض مع الأهلي لاستعارة حمزة علاء في يناير المقبل. موقع 247 سبورتس: العربي القطري يرحب بانتقال يزن النعيمات إلى الأهلي المصري، ولكن لم يصل أي عرض رسمي حتى الآن. اليوم السابع: الأهلي ينتظر قرار تورب بشأن إعارة الرباعي مصطفى العش ومحمد مجدي قفشة وأحمد رضا وحمزة علاء في يناير المقبل. بخصوص أخبار الزمالك ينهي أزمة اللاعبين الأجانب ويسدد مستحقاتهم المتأخرة خلال 48 ساعة. تقارير: ناصر منسي ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف فريق البنك الأهلي يناير حال رحيله عن الزمالك. الزمالك سيحل أزمة الثنائي شيكوبانزا والبرازيلي بيزيرا في الساعات المقبلة ولن يرحل عن الفريق. ليفربول يعلن استبعاد محمد صلاح من مباراة الفريق ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. صحيفة الرياضية السعودية: اجتماع حاسم بين ليفربول ومحمد صلاح بعد إفريقيا، وإذ لم يتم التواصل لاتفاق سيكون الدوري السعودي واجهة محمد صلاح المقبلة. بس كده يا صديقي، دي الأخبار المهمة النهاردة. لو شايف إن أنت استفدت من الفيديو، المتابعة واللايك فضلا وليس أمرا، ادعمني علشان أستمر. ده كان نهاية كلامي. قبل ما انهي الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس كده، سلام.